بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بريزان لواني تر وانا كان الميسر في أصول التفسير لباب مصادر التفسير بوين كمصدر يكم قرآن، دوميان سنة، سيميان أقوال السلف كصحابة وتابع أتباع التابعين، تسالميان اللغة العربية أو كالدرس الرابردو باسمان كرد. أمر دين سر مصدر يتشتر المصادران كوا كراوة تفسير القرآن باتسي بأقوال إسرائيليات أو كمبحثي بينزم ومصدري بينزمشا سرتا دبي سرتا ما بين إسرائيليات بناس، يعني بزان إسرائيليات ما بس بيتسيها. أولا تعريف تفسير القرآن بالإسرائيليات، ما بس هي كوا تفسير القرآن بإسرائيليات بكين سرتا دبي إسرائيليات بناس ينسيها. تعريف الإسرائيليات دفرمي كل ما أخذه العلماء هم يكزانان وريان قرتوا لشي وريان قرتوا عن بني إسرائيل، لبني إسرائيل ما بس في اليهود والنصارى سيان يقولون من أخبار، يعني هوا كان أهو عليك وهيا لوان نقل كراوا، والنسبة فيها إلى إسرائيل بو بيدا قتري بني إسرائيل بو نسبة درايا تفرمي إسرائيل بخوي دري وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يعقوب يكيك لنا وكان إسرائيل بو كبي، يعني بيدا قتري عبد الله، إسرائيل مانا كي يعني عبد الله. أو سبارت بناسيني كلمة إسرائيليات كالتسهاتوا، وتفسير القرآن بإسرائيلش أويك وزانيان هستاون تفسيري هنديك شتيان لعلماء بني إسرائيل ورقلتوا كيهود ونصارى، وبدل زيتش يهود يكان. دوم يعني المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات ما بس هي تفسير القرآن بيروز بإسرائيليات، الاستفادة من مرويات بني إسرائيل، يعني سود ورقرتين لو روايات هاني كوا بني إسرائيل كوا نقليان كردوا. أوش ما بس بيزيات البريزان أو تسيروكو كاني كوا تايبت من ده تخص العرب القدماء، يعني تايبت من ده بعربي بيشينا كان وكوت أخباري قومي صالح قومي هود قومي شعيب أو أنا كعربونا وأنا تفرمي لم ترد من طريق بني إسرائيل سندا ولا الرجال بني إسرائيل نهاتوا بلما قد تدخل في الإسرائيل دستن الجير بار، يعني لو سيبري أو نشانة إسرائيليات أوش خويدة بنتوا لو على سبيل التغليبي لبلا يزور ترين أو هوالانا لبيش تنقل الكراوة بو أوش دشت تسجير أو بوارا، ولكن إفرادها أولى أجر زياب بكريتو باشترا ليعلم لا يلزم أن تكون كل قصص القرآن هم شركة قرآنية أو نيك الأهل كتاب ورجيرا بهندك العربي قدماء ورجيراون يقلوا أنا شكا أو بيغمبران تازا باس ما كرت أو أنا عربنا. إذا كانت الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض المعاني هندك لو معنانا كدين بيان الروندكينوا الواردة في قصص القرآن بتايبتي سيروكا كان سيروتش القرآن أو ما يتعلق بيان بيوندار بات سيروتش القرآني. ما بس هي المراد بما يتعلق بها بالقصص، يعني قصص قصة يقص قصا يعني قصصا، أو أجر بكسر بي قصة يقص قصة أو دبت مصدر قصص سيروتشي يعني دكات كوي قصة، أي من الأمور التي تتعلق بالقصة كبيوندار بتسيروك وكتسي كسبب القصة، يعني هكاري أمر داوي أو تسيروكتسيا الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن أما جي بينكرا وهو كاري أم تسيروكات سبوا، أو تعين بعض المبهمات التي لا يضر الجهل بها تبيني هندي كز باسكرا وبلام ديانكرا وكسد شيء مبهمي بيدا قتريتن وأغنج عندي يعني زررينيها بلام مروف تبيعتي وحزدك أبزاني شيبون أوانا أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى نسكو أنا بيونداريان بمعنى نية بزاني شيء وشينيس كاري قليل أسر معنا ناكاتين. بابتي تشتر وجه الاعتبار الإسرائيليات مصدرا للتفسير ودليل ذلك باب زان لتسروا إسرائيليات دبيت اعتبار دبيت مصدرك بو تفسير وبلغ كان يشتين. تعتبر الإسرائيليات من مسار تفسير القرآن
إسرائيل الدبيت مصدر لمصادر القرآن بدلالة رجوع أكثر مفسر السلفي إليها في التفسير القرآني. أجل زي سيري كان زور بين مفسري السلف للصحابة وتابعوا التابعين قرانوا بو إسرائيلياتنا تفسيري طواري ابن أبي حاتم غيري تفسير كان سيري كي وهندق لوانا كإسرائيليات يعني يكزار زور باس كردوا تمشاتك للصحابة زور نقل كراو برو ابن عباس رضا ورحمة إخوائي بلا مسألة سيروتي يوسف عليه السلام برو بزانة سندان روايات نقل ذكاوهم كإسرائيليات مستحضرين الإذن النبوي في الروايات لبروي بيغمبري خواه ريبي داون لبرهي أورشوان كردوا ببلغي برزان في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أو كالبخاري هاتوا باز لبني إسرائيل كانوا هيج حرج يقو هيج كيبنيتي قوات دانية هروها كما يستدل لذلك بقوله هروها بلغي ترس بارد بنقل لبني إسرائيل كدرستا بيغمبري خواه دفرمي إذا حدثكم أهل الكتاب أهل الكتاب شتيشان بوجرانوا فلا تصدقوهم براسيان دامنا ولا تكذبوهم بدروشان مخنوا يعني توقيف لن وراسته وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله بلن باورمان بخداو بكتاب كانوا ببيغمبر كانتي فإن كان حقا أجر أوي كبني إسرائيل باسي كردو حق به لم تكذبوهم ايوه بدروتان نخستوتوا وان كان باطلا اديك الدروز بي اويكبو ايوه جراوتوا لم تصدقون ايوه براستان دانا نوا توقيف تان كردي ولا نوا راستكي. ففي الحديث الاول فالمدي كم حديث عن بني اسرائيل ولا حرج تفرمي رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج على من حدث عن بني اسرائيل بيغمبري اخوان لو ما لسلو كسهر قرد وكان نقل كان لبني اسرائيل كاوت فمن يبيح لنفسه أن يحرج أمة محمد بعد أن رفعه عنها نبيها أجر بيغمبري وخوا أو حرج هرجر بيتن شيء بري والله كاتق ليولو ما لسر أمة سر أو كسانة كوابيان ولا بني إسرائيل نقل بكن. ففي حديث الثاني أو كتعز باس معكم فلا تصدقهم ولا تكذبوهم باب زين أوسيا بيان للمنهج الحق أو باس لمنهج حق دكاتن في التعامل مع ما لا يمكن تصديقه أو تكذيبه شتيتو ناطواني براسي داتاني ناطواني بدرشي وخيتوا بيدا قلت له وهو التوقف ترادا وستي بواتو اختياري التوقف تكردي أنا براس الدانا وأنا بدرو الدانا بو أجر نقلي كربي بدرو تخصب توا يعني باطلي كربيتو براس دانا بيتو لو حالة اللي برؤيتو بريارد نداوا بهيج شيء أتو جناح بار نابي باش اما بلغي ترمان هي كوار ريقرا بون مناو كسانش در كان بلغي بخان كواناك لأهل كتاب نقل بكري أو حديثة برزان. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء لأهل الكتاب هيش كان نقل المكن فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أوان هدايتها النادا كسيان بخانكم رابون فإنكم إما أن تصدقوا بباطن أو تكذبوا بحق أو تو يان أو تيشتي باطل وان راز دادني يان حقي وان بدرو دخيتوا فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم موسى عليه السلام أجر إستا ما بالني إيوبايا ما حل له إلا أن يتبعني بوينبو إلا دبا شوين كوتي بيغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم كواتا أوفر مدا ريقر لوي كواشدنا والنقل بكري بابزاني زانان سون توجيه يعني كريو تيجيشتني أنا أوكا قدين ترى ظاهرة كشتيكا وتيجيشتني شتيشي ترى برزان فهو في طلب الاهتداء بما عند بني إسرائيل يعني تو أقبتوي الرجاء الراس ببينيو بلام تسون لإسرائيليات بدوزي أو غلطها يعني الرجاء الراس كتن هالك نوان أو هلايا تقول لا فرمودكش دفرمي لن يهدوكم وقد ضلوا وطلب الاهتداء منهي عنه في كل حين أتو بتوي الرجاء الراس هدايات للرجاء أوان بدوزيوان نخير أوان هي ليكراوا إذ كيف يكون الاهتداء بما عندهم سون ذكر الرجاء الراس لا أوان بيتن كتي وقد ضلوا بيغمر اخواتي في الموان اخوان قمراب وقد اكمل الله تعالى الدين خداي جوراء اليوم اكملت لكم دينكم دين الاسلام ديني شي تواوا واما الرجوع الى اخبارهم وحكايات ادي بوب قرينو بو هوالا كانوا تشيروكا كانيا والاستفاده منها دفن فهي بمعزل عن ذلك النهي او النية كواتو نهي ليكراوا كواتا تسجيها تنهي ليكراوا اتو بتوي هدايه للرجوان بدوزيوا او نهي كراوا ادي نقل كردني حوالا كانيوان للرجوان او الدروستا او النقله استفاده لهندك شتوني عندك ريب بلام اهتداء هدايات ورقرتن لو رجا او ان حاليا هركسي غربيه او رجا بقريت بر. ويظهر من دراسه التعامل السلفي مع الاسرائيليات واقوالهم فيما ياتي
بۆمان بە دەردەکەوێت کاتێک کە دیڕاسەی هەڵسوکەوت چۆن هەڵسوکەوت دەکەین تعامل لەگەڵ سەلەف چی کردێ لەگەڵ ئیسرائیلیات چۆن نەقلیوانی نەقل کردێ بابێن سەیریکەین. یەکەم شت بەڕێزان کانە مرادهم بإرادها بۆ ئەوان ئیسرائیلیاتان هیناوەتەوە دەفەرمێ بيان المعنى الآية العام للآية يعني معنى عامك لآياتك وردجيري معنى عام قشتيكا وأن الوارد عن بني إسرائيل لا يختلف عن معنى الإجمالي فيها أو كلوان نقل كراوة لمعنى إجمالي كدرناسي يعني تفاصيل كان إجمالي كمعنى قشتيكا دوام شد يعني أو كنقل كراوة لمعنى عامك دوام يعني أن التفاصيل أدي أو كتفاصيلها أدي أوتيا تفرمي لا تصدق ولا تكذب نبراز دا ندري نب بدرو دخلتها سكاتك إلا بخبر الصادق المعصوم يعني أجر موافق بلقى الحديث ضلين أو الراستا مخالف بالدلين أو باطلة يعني كواتت سون نسبتي صدق كذمان دا بالي اما معيارك مان هي حديث بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم موافق بالدلين راستا مخالف بالدلين باطلة ولا يكفي في قبولها وورودها في مرويات بني إسرائيل يعني أجر نقل كرابو معناه أوني قبول دكريتن معناه أني ودرستا بلام نقل كراوة سيميا أن النهي من نهى من الصحابة والتابعين منصب على أحد احتمالين أدي أو روايتان أو أثران كلا الصحابة والتابعين هاتوا كنهي كراوة لها النقل كراوة أدي أو يتسلدكن تنكا كودو احتمالا ما كان فيه طلب الاهتداء يعني أو تيك ساكدي اهتداء رجال راس دور رجال ببنتوا أو هيك قلت ما قبول نيا دوميا كثرة سؤالهم زور بسيار كردنيان وطلبوا ما عندهم من الغرائب عندك شيء غريبة نزان دراوة بسيار لوان كراوة كواتا أوي كميان أوان قبول نيا أقبته الرجاء اهتداء للرجاء بني إسرائيل بدوزيوا أوي دوم أدي أقرب بسيار كردنو شتي غريب شعر زابون أوان درستا معنى عامكا ريبي داداتن بسياري شتر هل في عد الإسرائيلي مصدرا في التفسير إشكال آية قرام إسرائيليات بكين مصدرك بو تفسير القرآن إشكالي تدادبي القول بمصدرية الإسرائيليات في تفسير القرآن ليس مشكلا كما يظن البعض أو قوليك دالي إسرائيليات مصدرك لتفسير القرآن أو مشكل نية إشكال درسنا كاتن زريري نية هاروكو هندق واضلن لبرسي لأمور يكميان أنه لا يلزم من ذلك مساواتها بمصادر أخرى من حيث الأهمية كدرين مصدري بينزم إسرائيليات ومعنى أو النية إسرائيليات تفسير القرآن باللغة وتفسير القرآن بأقوال السلف وتفسير القرآن بالسنة وهي كمشان كتفسير القرآن بالقرآن أو نابتة يج مساواة هم ليج أثبتن بل لا يقال وهروها الناس قتريتن أن المصادر المتفق عليها عند العلماء أو مصدران كوا اتفاقي لسر النيوان زانان الكتاب السنة أقوال السلف اللغة هميان ليق مرتبا نخير أما بدايش باس ما كرد باشترين رقا أوي تفسير القرآن بقرآن باشترين يعني أجر نبو إنزا مصدر الدوم تسين سرسي سر سنة أجر نبو ليك مدوم إنزا تسين سر أقوالي سلف أجر نبو أو تسين سر لغة كواتا أوانش كاتفاقي لسر وماني أواني ليق مرتبا قرآن بالقرآن لبيش هموانا إنزا بالسنة إنزا بأقوال السلف إنزا كاميان شارميان باللغة العربية كواتا بينزم أجر هاتي كإسرائيليات ماني أواني أوش همان مستويان هبة لا قبولا تفرمي في مرتبة واحدة من حيث القوة والأهمية أو ساري تركباس مانكن بل ولا من حيث الكثرة الاستفادة حتى لروي زور استفادة اللي كردنيشي أجر سير دا كين لو تسار مصدري كواهيا دطوانين برين لغة كان لهر همو زياترة استفادة كردن للغة لبلو بزماني عربي ودكر لهمو مجالات لهمو آيات لأساليب زمانواني كلا قرآن ده هي استفادة اللي بكرتن دوام شد برزان كإشكال دروزنا كتفسير القرآن بإسرائيليات أنه لا يشكل ما يوجد في الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير من إشكاليات علمية يعني أولية كوا إشكال لك دروز بكاتن أو كلا إسرائيليات هاتوا وارد ولا تفسيره إشكالية علمي بيتن أو خروج عن بيان معنى الآية والتفسير يعني برين كاكا واتكا بإسرائيليات تفسير ذاك دردسي لمعنى آياتك وتفسيري فليس كل آخذ من مصدر مصيبا في طريقة أخذه هر لق مصدر كمصدرانك ورجرا ومن يك مصيبة إصابة بوا كواتا فالعبرة بكيفية الاستفادة منها عبرة سون استفادة اللي يكردها
نك أو كوا نقل كراوة وجوازراته وهروا استفادة كرنكش بتصير بطريقة صحيحة دبي برجاج درزبي كما استفاد منها سلفنا الصالح شون سلفي الصالح استفادة لي كردوا سيم شد كوا إشكالية تفسيري قرآن بإسرائيليات أنه لا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة أو أنية كاتك دلين كاكا قيناك بإسرائيليات نقل بكري أو تفسير القرآن بسبب معناه أو بك وهم إسرائيليات مقبول به نخر أو معناه نادى كما لا يلزم أن يكون المعنى المتلقى فيه من الروايات الإسرائيلية الصحيحة هروها أوش كوا نقل كراوا بالاتقاد يعني هرجي راون بشي وجه سريع كوابرن ورجي راون الإسرائيل كان هذا هم صحيح أو يسأل كتبه جابون من إسرائيليات أنا كلا تفسير تبريات يا بني والله هم صحيح كتبريه هنا نخر ولعل الخلط بين هذين الأمرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية مرويات بني إسرائيل بوي أجر بيو السيري كان تكال كردنيك وادكا كوضرن إشكال هي نابل لبني إسرائيلي نقل بقريت النخر دين كاكا وانيا سيدي كانت سون استفادة لكراوة برقاتي دروستي شا أو معيارة تطبيق كراوة أجر أو معيارة تطبيق كراوة أو كاتي دكري أما بلين دروستا أجرنا نقلي هم إسرائيلياتك معناه قبول كردني نيا فهي في المصدرية من حيث الجهة كغيرها من المصادر يعني أول رويك بكرة مصدر إسرائيليات وكو مصادر كانت فاللغة مصدر لكن لا يلزم أن يكون كل تفسير لغوي صحيح الشرط نية همو أو تفسير القرآن كباللغة كمصدر كبيشتر بس ما كده بردو همو صحيح بيتن لزور شوية طبري رحمة إخوائي لي بالزور بقاش كان ردداتها لبري مخالفة لقل تفسير السلف أقصيها نكردوها وآتكش احتمالي ناكاتين تشوارم شتك إشكال دروز نابيتن أجر إسرائيل ببيت مصدر تفسير أن الرجوع لهذه الإسرائيل ليس مفتوحا على مصراعيه أو نقدر قال سر بشتي بهم إسرائيليات قبول بكري وإنما له مجالات محددة لهندك شون دبني لهندك سيورق بيوندار ببني إسرائيلي تمشهدك يعني بلوي تفصيل زيادة هاتوا زانان نقل يان كردو بلان بمرجش كباس ما كرت نابي مخالف بلغر القرآن والسنة وضوابط ينبغي التزام بها كما سيأتي ضابط زانيان بوان داناوا دبي التزام يبقى لكاتي نقل كردني سيميان برزان مجالات الاستفادة بابزان لترويك واستفادات لمفسر استفادات الإسرائيليات كدوا بالنظر إلى بعض الإسرائيليات هذه الإسرائيليات كوها التي يريدها المفسرون كمفسر كان باسان كردوا لتفسير خوان فإنه يمكن القول بأن وجوه الاستفادة من الإسرائيليات هي صار لتسوار رجاء يعني لتسوار وجه استفادة لبني إسرائيل برزان هي كمان توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها تبني آية تمان بوشي وازا تفسير كردوا ببني إسرائيل احتمال دكات من ذلك ما ورد من إجمالي في فتنة سليمان عليه السلام بالجسد أو كأخوة يقول السورة صاد لآية سيتساد فرمي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وشي جسد سيا فالجسد على قول المتقدمين من المفسرين وشي جسد لسر تفسير زانان السلفة دليل شيطان أي وألقينا على كرسيه شيطانا وهذا ما ورد في إخبار بني إسرائيل وجد إخبار بني إسرائيل نقل كراوة ولو لم يفسر بذلك لبقي تعين هذا المبهم الجسد أجر أو تفسير لبني إسرائيل نقل نكرابا ما هر وشي جسد سينا ما عنده زاني ما بس أو جسد بيتشيا كواتا أو جسد ما بس بيتشيا بشيطانا بويا بمشكلي هر دماوة فبينت هذه الإخبار الإسرائيليات أو إخبار إسرائيل كوا نقل كراوة شيء من المراد بهذه الفتنة يعني فتنة كبدرك فتنة كتسبو كاكا ترين كاكا أو جسد ما بس بشيطانا التي ذكرت مجملة بمجملي بتفصيلي بازنا كراوة كواتا ليرا استفادة من لي كرت آياتك احتمالي كرت آياتك احتمالي أوي كرت كمبهم يكين نهيليتن دوميان معرفة سبب القصة الإسرائيلية بابزاني هو كاريسي روكا كيسيا لوان دزانين من ذلك ما أورده الطبري عن ابن عباس في قول الله تعالى في قصة داود عليه السلام وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب للسورة صاد آتي بستويك لرا لكتب تفسير هندق الروايات نقل ذكر الروايات إسرائيليين بلام زانايان مفسرين رديان دايتا ضلن أوزور الرواياتنا
لائق نییە بە داود عليه السلام. بۆیە تەماشا دەکەینی بەڵام ئەو ڕیواتە قبول دەکرێت چکە هۆکاری قسەکەت چ بوو. ڕۆژێکیان داود عليه السلام لە میحرابی خۆی دانیشت بوو بەڵام دیارە سەقفەکەی سەری نەبووە، شوێنێک بۆ بەس دیوار بووە، دەبینی سیر دەکە ئەوان بەخێرا هاتینە سەر دیواری خۆیان ئاودیو کردووە. بابزانين هۆکارەکە چ بوو ئەو چیرۆکە؟ تفرمي هو فيها بيان سبب القصة وهو أن داود عليه السلام طلب من الله تعالى أن يبتليه. داود عليه السلام داوای لە خی گەورە تاقیب کاتەوە لیوعثیه تاوەکو لەسەر تاقیکردنەوەش ئەجر و پاداشت و پلەی زیاتری بداتێ كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا قبله هەروەکو پێغەمبەرانی پێشوی کەەوە خی گەورە تاقی کردەوە کەواتە دەڵێن کاکە ئەو ئاەتە سەبەبەکەی ئەوە بۆ کا داود عليه السلام داوای کردووە خی گەورە تاقی بکاتەوە نەوەک ڕیوایەتەکانی در هەموو ڕەت دەکرێتەوە لە کتوبی تەفسیر ئەگەر ویستان بگەڕێنەوە بە تایبەتی بزان لە تەبەری و ئیبن عەطیە بزانن چۆن باز دەکات چۆن ڕەدیش دەداتەوە. سێمیان بەڕێزان لەو مەجالاتانە تعین المبهم یعنی شتێک نادیارە ئەو دیاری دەکاتن وەکو چێ ئەو ئاەتەی سوورەی الأعراف ئاەتی 163 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أو قرية چی ئەو گوندە چێ بوو نازانین. فقد وردت أقوال عن السلف في تعيين القرية هەندێک لە ئەقوالی السلف الصالح هاتووە ناوی گوندەکە دەڵێ چێن دەربوو کەواتە گوندەکە نازانی چێ بەڵام ئەو تەفسیرە بۆ مەڕوو دەکاتەوە لە چێ وەرگیراوە لە بەنی ئیسرائیلی وەرگیراوە. فقیلە ئەیلە هەندێک دەرین ئەیلەیە هەندێک دەرین مەدیەنە وقيل مقنع وواضع أنها من أخبار بني إسرائيل هوش هم إخبار بني إسرائيلياتها كواتە لێرە ئیسیفادەمان لێ کرد مبهەمێکمان هەبوو لە قورآن بۆمان تعین کرا بە بني إسرائيل ئەوەش ئیشکالی نییە. چارەمیان تفصيل المجمل من القصص يعني هەندێک چیرۆک هەیە من القصص هەندێک چیرۆک هەن مجملة بتفصيلي باز نەکراوە تفصیلەکە دەکرێت ئیسیفادەی لێ بکرێتن. يرد في القرآن قصص مجملة هەندێک چیرۆک هاتیە بە کورتی هاتوون تفصيلي پێ نەدراوە أو إشارة إلا قصة يعني بس ئاماژەیەک. ثم يستعين المفسر السلفي بما روي في كتب بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة. تماشا دەکەینی السلفي الصالح استفادەیان لە درێژی چیرۆکەکە لە بني إسرائيل وەرگرتووە. أوش من ذلك بيان الضر الذي أصاب أيوب عليه السلام المذكور في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر يعني واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب والشيء الضر أو تعقي كرنوي پروردگار كأيوب عليه السلام بتعقي كردو تسبه أو ضرت سيا كلا قرآن دهاتوا دفرمي أو غير دبي بقرنوا بو إسرائيلياتان تاوكو بزانين أو تسيا تفصيلة كمان بداته بأنه ذهاب المال والأهل أويك أخوي جوري تعقي كردوا مالو كسكاري هرهمو لسان دوا وما أصيب به من جسده أو ولا لا شش توشي برن نخوشي ورام نخوشي منفر نبو كخرج لبري هريتن تقدرين أو لا يخنبه بيغمبران ولو لم يفسروا الضر أجرهات أو ضرك الإسرائيليات هاتوا سلفنيان كربي الذي أصاب أيوب عليه السلام لبقي في الآية إجمال يحتاج إلى تفصيل هرب مجمولي دما مجملي نما عندزاني كواتسيا بينزم شد برزان كمان بعض كين أو زور جرينجا الضوابط وتفسير القرآن بالإسرائيليات باب زانيان هندك بيوري عندنا بوي أو بيورانا أتودي إخبار بني إسرائيل قبول دكيت أجر لو بيورانا درنتي قبول نابه. ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية. طبري رحمة خوي اللي بلتفسير كي خوي هندك لو ضابطانه كجرينجن لقبول إخبار بني إسرائيل دايناوا وذلك عند تعليق على الروايات الواردة في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه بعد آدم عليه السلام دكاك والشيطان بهو يدر كردني توشي زلي كرد يعني أوي كرد إذا كدر كرا فوسوس لهما الشيطان باب زالنا أو صدر الطبري رحمة الله عليه تفرم حيث ذكر بعض السلف ومنهم ابن عباس خبر الحية تكام الشيطان در كرا لبهشت أدي باش وي شيطان هسا آدم عليه السلام توشي أو زلي كرد توشي بيخليسكاني كرد كوايلي كرد كان لو داري كان نهيبو بخوات سولي خوارد بهوي أوش كخواي پروردگار أو بكوا دري كردن لبهشت سونسو غير شيطان لدريبو سونسو ناو بهشتي آدم عليه السلام حواي داك ماني هالخلطان دري بهوي أو مار بمارك بهوي مارك داخلي بهشت بو
زي باسي أو تشيروكي كده ماركة دفرمي يمكن استخلاص هذه الضوابط على النحو الآتي. تطوان أو ضوابطنا هو كرد كينو يكميان موافقة كتاب الله، يعني أو خبر بني إسرائيل كتفسير القرآن بموافق القرآن به يكميان. دوميان ألا يدفع الخبر الإسرائيلي خبر عن المعصوم، ناكري أتو خبرك بلا بيغمبري خواي بيتن هاتيا أتو إسرائيليك بينيو أو خبريك لبيغمبر لحساهاتو أو لابدي. أو دوميان سيميان أن يكون تفسيرها موافقا للغة العربية دبي أو تفسير يوان موافق بيدقر زماني عربي قرآن بزماني عربية. سارما أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين دبي الصحابة والتابعين نقل يعني كربيتن كواب هات بيتن. بينزمها أن يكون من الأمور الممكنة وليس المستحيلة. دبي لو شينا نبي يعني لو بابت نبي كواب ممكنة دكريه نابي مستحيل ب ششم باب زان أو كتبانات سنة أو تفسيران سنة كوا روايات بني إسرائيليان يعني تفسير قرآنيا بإسرائيليات كردوا من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات وأبرز المعتنين به تشيب أوانا تفرم لا يكاد يوجد تفسير إلا وفيه شيء من المرويات بني إسرائيل. تفسير نابني نو أجرهاتو مرويات بني إسرائيل تدا نبيتن أجرهاش بزور كما. ومن أبرز من اعتنى بإيرادها ولو أناش كوا زور جرينجان بيدا برز عن إرباسي أو تفسيران دكين كوا تفسيري مفصلا وكو طبري ابن أبي حاتم بغوي كشف بياني ثعلبي كشافي زمخشري طبري أو ابن كثير تفسيران للعظيم جامع البياني قرطبي أو أنا كتفسير نك تفسير مختصرة كان باسي ما ناكن برزان. لو أناش تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن أبي حاتم تفسير الثعلبي الكشف والبيان وهرب إلى غيرها من التفاسير التي جاءت بعدهم أواني كالدواي أواني شاهتون بهمان شد وهم في هذا ناقلون عن الصحابة والتابعين وأتباعهم بهمان شد أواني لصحابة والتابعين وأتباعهم أواني كناقلين كده الصحابة والتابعين أواني تفسيري إسرائيلية نقل كده أوانيش بهمان شد لواني النقل كدوا تفرمي مسندون إليهم هذه الروايات يعني بسندة وتاوكو دقاتا أو سي طبقية كم ولم يقع منهم نكير على هذا المنهج. أجر اشتكي بون منحلية جورباء أو الدباء قبول نكري هر لبدايته يعني أجر لمرحلة لمرحلة تبناه مرحلة كان تريش قبولي بكانوا نقلي بكان بويد فرمي الذي صار عليه سلف الأمة. لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا وتأكل رجي قيامتش هرد منتن جابوي أوانا نقليان كردوا هنا ويانا توا بوي ضابط شان بودانا بمطلقي قبول ناكري يركو تاي إن شاء الله بو درسي خومان دينين درسي دهاتو أجر خواي قولة تمن بداية سنسال الفصل الثالث كيفية التفسير القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.